ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الحروب، رئيس أو مدير جامعة القدس المفتوحة فرع الخليل، فرع من عدة فروع. صباح الخير دكتور. بداية صباح الخير لك أخي محمود، وصباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين، وصباح الخير لهذا الوطن الجميل الذي يعاني الكثير، آملين من الله عز وجل أن تنتهي هذه الغمة. نعم دكتور محمد، يعني احنا فعلا في مرحلة صعبة من تاريخ وطننا فلسطين، وجامعة القدس المفتوحة هي جزء من هذا الوطن. هي إحدى المؤسسات التابعة أصلا لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنشئت لدعم الشعب الفلسطيني وطلابه في مسيرتهم الأكاديمية الجامعية. وجامعة القدس المفتوحة لها تاريخ، وخرجت آلاف الآلاف من المؤثرين في المجتمع الفلسطيني على مدار سنوات طويلة. فبداية الله يعطيكم العافية. الله يجزاك. واحنا اليوم ما بعد نتائج الثانوية العامة، واكيد جامعة القدس المفتوحة تتحضر كما كل الجامعات، وبدأت فعلا باستقبال الطلاب الجدد. في كتير ناس ما بتعرف تفاصيل عن جامعة القدس المفتوحة وأدائها وفروعها وتخصصاتها. نبلش يعني جامعة القدس المفتوحة أنشئت من سنوات طويلة، اليوم عندها فروع كتيرة. كم فرع في الجامعة اليوم؟ بداية باسم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إبراهيم الشاعر، باسم كل مكونات الجامعة على مستوى الوطن، نترحم على الشهداء، نتمنى الإفراج لأسرانا البواسل والشفاء لجرحانا، وأنتهز هذه الفرصة للمباركة لكل أبنائنا وبناتنا لنجاحهم وتفوقهم في مرحلة الثانوية العامة. نعم. ونقول لهم باسم الجميع ألف مبارك. عودا على بدء، مثل ما تفضلت أخي محمود، جامعة القدس المفتوحة تأسست بقرار وطني فلسطيني كان سببه استجابة للتحديات التي فرضت على أبناء شعبنا عندما قطع أو أراد هذا المحتل أن يقطع أوصال المدن الفلسطينية وبترها عن محيطها من القرى والتجمعات السكانية. فكانت فكرة رائدة مضمونها إيصال التعليم لكل الأماكن وكل التواجد السكاني، استجابة لتحديات هذا المحتل. ترجم ذلك على أرض الواقع من خلال التسارع في إنشاء فروع لها على مستوى الوطن، وصل إلى أكثر من 14 فرع في الضفة الغربية أو المحافظات الشمالية، و4 فروع في المحافظات الجنوبية، وأقصد هون غزة، تجسيدا لفكرة إيصال التعليم